ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ البوت بتاع النهارده ما ينفعش يفوتك باي شكل من الاشكال. البوت ده نسخه طبق الاصل من دوجز، يعني من اخر اللي فاتوا بوت دوجز وارباحه. فيديو بتاع النهارده هيفيده جدا فوق ما تتخيل. النهارده باذن الله هنشرح بوت كاتس، وانا ما حبيتش اطلع اشرحه غير لما البوت يتوثق الاول. ده غير طبعا ان البوت حاليا فيه 34 مليون مستخدم، اللي هو بسم الله ما شاء الله قرب من بوت دوجز. بوت دوجز كان فيه 40 مليون، يعني فرق بسيط جدا. وغير ان البوت اتوثق بالعلامه الزرقاء من تليجرام، البوت ده بتدعمه منصه بيتجت، ونزل في السوق ما قبل البيع او البري ماركت، وسعره كان 0.3 وبعد كده نزل ل 0.3. لكن خليكم عارفين حاجه، ان السعر في البري ماركت غير السعر وقت الادراك اطلاقا، عشان ما حدش يقول مثلا سعر بوت قليل جدا ايه اللي هيخلينا اشتغل عليه. لا طبعا، سعر البري ماركت ده حاجه والسعر وقت الادراك حاجه ثانيه خالص. وانا وعدتكم ان البوت ده هيبقى شبه بوت دوجز بالظبط، اللي اقل واحد فيه لو اشتغل يوم واحد بس هيطلع مبلغ محترم، وانا وعدتكم بكده. فيا ريت قبل ما نبدا الفيديو تصلي على النبي وتنورني في جروب التليجرام، عشان بينزل عليه اخر الاخبار والكومبات والشفرات لكل البوتات، وبتنزل بسرعه جدا. وطبعا هتلاقي اليوزر نيم بتاعي في التعليق المثبت، لو عوزت اي حاجه خش كلمني وانا لو اقدر اساعدك مش هتاخر عليك. ده غير طبعا اللايك والسبسكرايب في اليوتيوب عشان بيساعدني في نشر المحتوى وبيخليه يطلع بالصوره اللي انتوا شايفينها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هتكلم عن البوت كاتس، اسهل بوت في التليجرام. اول ما تفتح البوت هتلاقيه بالواجهه اللي قدامك دي دلوقتي، لكن قبل ما تظهر لك الواجهه دي هيظهر لك الواجهه بيحسب عمرك في التليجرام سنه، سنتين، 3، 4، 5، على حسب ما انت قعدت في التليجرام هو هيديك مكان عملات. بس كده ده الشغل على البوت. فعشان كده انا قلت البوت ده سهل جدا، ان انت اول ما تفتح التطبيق اشوف بس عمرك قد ايه على التليجرام وهيديك مكان عملات. لكن طبعا لسه في مهام بتديك عملات بس بسيطه جدا يعني عندك مثلا دي تاسك دي، لكن دي بتحتاج تدفع رسوم، فانا ما عملتهاش غير مره واحده بصراحه وخدت منها 2000 كاتس. دلوقتي هو عايزني اعملها تاني بس انا مش هعملها تاني يعني عامه. لكن اللي عايز يعملها مره واحده بس هي عامه بتاخد رسوم 0.2، لكن دي اصلا مش مطلوبه يعني لو ما عملتهاش عادي، هي بس بتزود لك عدد العملات عندك. طبعا خليك عارف حاجه، طول ما عدد العملات عندك قليل اعرف ان سعر العمله يوم ما هتنزل قويه جدا. يعني السعر اللي انت شفته في البي ماركت ده زي ما قلت لك هو مش سعر اساسي خالص، ولا ليه اي صله بالبوت اساسا، فما تقلقش من حته السعر بتاع البوت يعني. ولو نزلت تحت شويه تلاقي عندك هنا التاسكات، زي مهمات عبيطه جدا بتعملها وبتاخد مكانها عملات. يعني اول مهمتين دول بيقول لك روح بوت تاني وخلص فيهم المهمه وتعالى نديك 1000 عمله، لكن انا عن نفسي ما عملتهاش. انا كل اللي عامله اللي هو تحت قدامكم تحت دون، هتلاقي جنبه كلمه صاحب الاخضر كمان. هنا مثلا بيقول لك حط قطه جنب اسمك وتاخد 300 كاتس. طبعا مجرد ما تروح للتليجرام وتغير اسمك تحط جنبيه قطه ترجع تاخد ال 300 كاتس وبعدين شيلها عادي. يعني مش لازم تفضل حاططها طول ما انت على البوت يعني، لا انت حطها بس خد ال 300 نقطه وبعدين شيلها يعني. هنا بيقول لك خش البوت دون وهنديك 50 كاتس. انت مجرد ما تخش البوت وترجع هتاخدهم على طول. وكل المهمات بقى كده، اللي يقول لك خش بوت، اللي يقول لك مش عارف افتح لي مثلا موقع اكس، اللي يقول لك مثلا افتح لي يوتيوب، اللي يقول لك مثلا افتح لي مثلا لعبه على التليجرام، اللي يقول لك مثلا اعمل لي مثلا سبسكرايب على اليوتيوب هنا، اللي يقول لك مثلا تابعني مثلا على التليجرام هنا. فالبوتات كلها زي ما انت شايف كده قدامك سهله جدا، سبسكرايب تو اكتيفيتي تويتر، جوين كاتس انستجرام. مهمات عبيطه جدا وبتديك برضه عملات كتيره. ده غير طبعا برضه مهمات الاحالات، يعني هي بيقول لك لو جبت واحد هيديك 100 عمله، لو جبت 5 هيديك 500، لو جبت 10 هيديك 1000. فالبوت سهل جدا زي ما انت شايف كده، وميزته اللي انت هتفتحه مره واحده ومش هتفتحه تاني خالص، وده اكتر حاجه حلوه فيه. الخانه التانيه اللي اسمها الليدر بورد دي بيقول لك ترتيبك قد ايه وسط الناس، لكن طبعا كده احنا مش نترتب يعني، ومالناش دعوه بالكلام ده. هي اصلا مش عايزه تفتح بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايزه تفتح. خانه الفريندز بتقول لك الاصدقاء اللي انت جبتهم في البوت، وطبعا انت بس محتاج 10 اشخاص عشان تعرف تاخد عملات محترمه. وده طبعا سهل تجيبهم مثلا من تليفونات مثلا عندك في البيت او صحابك. يعني حتى الناس اللي عندي دول منهم مثلا اخويا صاحبي بتاع، لكن مش حالات مثلا من اليوتيوب او التليجرام، لان انا اصلا ده اول فيديو انزله بالنسبه للبوت. وبالنسبه للافاتار اللي على اليمين ده زي تحديث كده بس كاتب لك كامينج سون، يعني لسه ما نزلش. لكن التحديث اللي نزل بس بالنسبه لحته الافاتار دي تحديث بسيط جدا. يعني مثلا كلمه ابجريد كاتس دي لو ضغطت عليها هيقول لك ارفع صوره قطه وهنديك 1000 عمله. طبعا دلوقتي اوريك في الستوري اللي هم منزلين لو رفعت صوره القطه هنديك 1000 عمله. وانا بصراحه عندي قطه بس ما صورتهاش ولا رفعتها، ان شاء الله بعد الفيديو اصورها وارفعها. فانت لو عندك قطه ممكن تصورها وترفعها من هنا، او حتى ممكن تجيب صوره من على النت وترفعها عادي. ده بالنسبه للصوره بتاعت القطه اللي انت هتديك 1000 عمله. وطبعا لو رحت الستوري بتاعتهم هيقول لك صور القطه بتاعتك وارفعها وهنديك 1000 عمله. فهات لك اي صوره من على النت لو ما عندكش قطه وارفعها عادي جدا يعني. واخر حاجه عايز اوريها لكم بس دي مش مهمه جدا يعني عايز يعملها مش عايز يعملها خلاص. كلمه اكسبلور او جي باس دي لو ضغطت على كلمه سي مور بيقول لك لو دفعت 1 تونه هيضاعف لك عدد عملاتك، لكن انا طبعا ما دفعتش وما عنديش نيه ان انا ادفع يعني المهمه دي برضو يفضل محدش يعملها يعني. انا قلت برضه اقول لكم عشان اكون قلت لكم كل حاجه وبس كده. ده بالنسبه للبوت. والبوت بس ميزته ان هو شبه دوجز بالظبط، ما بيحتاجش منك اي شغل خالص، انت بتفتحه مره واحده وبتركنه بقى ايه لحد الادراج بس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنساش زي ما قلت لك تنورني في جروب التليجرام. لو عندك اي مشكله تلاقي اليوزر نيم بتاعي في التعليق المثبت، وطبعا اللايك والاشتراك بتاعك هنا في اليوتيوب قلت لكم في الاول وقلت لكم في الاخر. اشوفكم على خير الفيديو القادم.